السلام عليكم. سمعوا لي هذه التقرميشه ونبداو الفيديو على بركه الله. فهذا هو العجين المورق اللي حضرت معكم في الفيديو السابق، فكيف لاحظتوا كيجي ناجح 100% بطريقه جد سهله. اليوم ان شاء الله غادي ندوز باش نوجدوا الحشوه ونعمروا هاد لي شوسون ديالنا وميمطو هذيك الفطيره. خليكم معايا الى نهايه الفيديو، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. ناخذ مقلاة وغادي نوضع فيها 3 ملاعق كبار من زيت الكروفيت. بصراحه طلع اول مره كنجربها وجربت غير كميه قليله، قلت حتى نشوف كي غتصدق معايا، ولكن النتيجه مبهره رائعه جدا. فان شاء الله غادي نتقاسم معكم الطريقه ديالها في القريب ان شاء الله. فكناخذ 3 معالق ديال زيت الكروفيت، ثم غادي نضيفوا صدر الدجاج. المهم الكميه كتختلف حسب كل سيده. ثم غادي نضيف ملعقه كبيره من الصوجه او صلصه الصوجه. وغادي نضيف التوابل اللي هما ملح، ابزار، كركم، كزبور يابس، ثوم وبصل مجففين، والبابريكا نصف ملعقه صغيره، وربع ملعقه من الزنجبيل. غادي نخلط هاد المكونات مع بعض حتى يتشرب لي الدجاج هاد النكهه، ونخلي تقريبا واحد مده ما بين 5 ل 10 دقائق باش تركز لي فيه البنه ديال التوابل وديال الكروفيت. ثم غادي نضيف الخضر اللي وجدتها وقطعتها. عندي نصف حبه من الفلفل الاحمر ونصف حبه من الفلفل الاخضر، جزره وحبه من القرعه خضراء اللي حكيتهم في الحكاكه رقيقه كيف كتلاحظوا معايا، وحبه بصل مقطعه الى مكعبات. المهم الكميه راه كتختلف دائما كيف كنقول لكم، انا كنعطيكم غير لا باز، وانتم كل سيده راه كتوظف اي حاجه كانت عندها، وماشي مشكل الا كان غائب شي عنصر من هاد العناصر هذه. صايي هنايا غادي نوضع الخضر، ثم غادي نخلي كل شيء كيطيب دفعه واحده. بالنسبه للقزبر والمعدنوس فكيف كنعرفوا كنضيفوهم هما اخر حاجه، حتى كنقربوا نطفيو النار اولا حتى كنزلوا الخليط من على النار وعاد كنضيفوا القزبر والمعدنوس باش كيبقى محافظ لينا على البنه ديالو. فهنايا الحشوه ديالنا من بعد ما طابت كيف كتلاحظوا معايا، غادي نضيف ليها حبه جبن هكا كتعطي واحد التأليكه ومذاق زوين. وغادي نمزجها مزيان مع الخليط ونخلي الحشوه حتى تبرد. نحاول نفرغها في طبسيل اخر او في اناء اخر، نخليها تبرد هكا باش ما تخسرليش العجين. بالنسبه للدجاج ممكن تعويضوه اما بالسمك او لا بالطون او لا باي حاجه اختاريتو وعلى حسب المتوفر. كيف ما يمكن لنا نصوبوا هذه الحشوه غير بالخضر فقط فكتجي لذيذه اكيد. فهنا غادي ناخذ الاناء ديالي اللي غادي نفرغ فيه الحشوه ونوزعها باش تبرد. نخلي الحشوه تبرد على جنب، ثم ندوزو ناخذوا الورق العجين المورق اللي حضرنا في الفيديو السابق. فكنت قسمتها الى اقسام وضعتها في المجمد،
ومن بعد ذلك كنجبد القطعه اللي غادي نحتاج ونخليها حتى تطلق، ثم نوضعها فوق سطح العمل. كيف ما كتلاحظوا معايا مرشوش بالدقيق، وغادي نبدا نطلق على السمك اللي نبغي. المهم بعد ما رققت لي العجين فغادي نقطعها الى مستطيلات هكذا باش نحصل على دي شوصون يكونوا طريقه سهله. وعاد واحد هاد الطريقه اللي غادي نستعمل معكم اليوم البنات، فما كتضيعش لنا العجين بتاتا. احسن ما كنطلقوا العجين كامله ونقطعوها دوائر وكتبقى لنا العجين المعوده بزاف، فهاد الطريقه كتجي جد سهله. كنوضعوا مقدار من الحشوه وغادي نطوي على الشكل التالي. كيف ما يمكن لينا نحتفظوا بهم كمستطيلات كيجيو زوينين ايضا. فكيف لاحظتوا معايا هذه الطريقه ما كتضيعش العجين، يعني كيكونوا هاد الطريفات صغيورين فقط. نوجدوا القطعه الثانيه وغادي نقطعوها بالسيركل بنفس الطريقه. وهنا غادي نوجد معكم القطعه الثالثه والاخيره، وبعد ذلك غادي نكمل العجين كله بنفس الطريقه. والان غادي ناخذ فرشاه ونضغط على الجوانب. بالنسبه اللي ما بغاش يضغط عليهم فكنستعملوا الماء بين يعني القليل من الماء باش كنسدوا به الطبقتين. انا استعملت غير الفرشه الطريقه الكلاسيكيه ديال لي شوسون. فوالا ومن بعد ما كملتهم غادي ندوزو ان شاء الله باش نحطهم في صفيحه الفرن، وبعد ذلك ندوزو المرحله التاليه. وهذه العجينه اللي بقات ليا، يعني دوك الاطراف اللي معاودين، ف كنجمعها وما كندلكهاش وما كنكورهاش، فكنحط قطعه على قطعه حتى كنكون قطعه كبيره وصافي. وطلقتها بالدلاك هكا باش نحافظ على الفيطاج ديالها ولو انها عجين معوده صاي. وغادي نديرها على شكل فطيره، ممكن نستعمل على شكل دي شوسون اخرين، ولكن فضلت انا ندير على شكل فطيره. هاد الطريقه راه كنظن جميع السيدات كيعرفوها. ثم غادي نوضعوا الحشوه في الوسط بهذا الشكل هذا. صاي ونجمع على الاطراف ديالها كيف ما موضح في الفيديو امامكم. وهنا كنضيفوا القليل من الجبن المحكوك فوق الحشوه هكا كيزيدها تأليكه ومذاق زوين. ثم غادي نلف الجوانب بهذه الطريقه هما الاولين باش نضمنوا ان الحشوه ما تخرج ليناش من الجوانب.
وغادي نبداو نلفو بالطريقه اللي كنعرفوا كاملين ديال الضفيره الى ان ننتهي. صايي، وهنا خديت صفار بيضه ضفت ليه قطرات من الخل وكندهنوا لي شوصون ديالنا بدون ما نلمسوا الاطراف بالبيض بصفار البيض عفوا، لانه الا تقاسوا لنا بصفار البيض فغادي يلتصقوا وما غاديش نحصلوا على الفيطاج اللي بغينا. ثم غادي نزينوها ببودر الخشخاش، ممكن نحتفظوا بهم هكذا اولا نزينوهم باي حاجه بغينا. وانتم غادي ندخلوهم الفرن يكون مسخن من قبل على درجه حراره عاليه، ثم كنزلوها ل 170 درجه النار من التحت فقط حتى كيطيبوا لينا وحتى كيتنفخوا لنا مزيان يطيبوا. عاد كنشعلوا لهم الفوق باش يتحمروا وياخذوا اللون الذهبي، ثم كنخرجوهم. وكانت هذه احدى الوصفات اللي وجدنا بالعجين المورق اللي حضرنا في الفيديو السابق. كنتمنى تجربوها في العديد من الوصفات ديالكم، خاصه في هذا الشهر الفضيل. فنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم ونخليكم مع الشكل النهائي. فهاني شوصون ديالنا من بعد ما طابوا فكيجيو على الشكل التالي، رائعين مقرمشين كيف ما لاحظتوا معايا في بدايه الفيديو. فنتمنى ان الاقتراح اليوم يكون راقكم، والى اللقاء مع فيديو لاحق ان شاء الله وفكره جديده واقتراح جديد. الى اللقاء.